ومبارك عليكم الشهر جميعا مقدما. علينا عليك تبارك ويا رب. ان شاء الله نتمنى مرضى السكر اليوم فعلا يدورون بالهم على نفسهم، وبالذات بشهر رمضان. يعني الجيمات دكتور والاكل والامانه كل شيء مفتوح يا ورود، والحلويات ما شاء الله ترس السفره. يعني في البدايه ودنا نتكلم، يعني هل يستطيع جميع مرضى السكر الصيام خلال شهر رمضان؟ طبعا الصيام هو دائما ما يكون امر صحي، ولذلك الصيام هو موجود في كل المخلوقات. يعني الحيوانات تصوم والانسان يصوم، يعني وعلميا الصيام بحد ذاته هو صحه للجسم، كونه انه يعني بشكل مبسط نقول يريح الجسم من كميه الاكل اللي تدخل الجسم خلال اليوم كله. ولكن ايضا الصيام هو في بعض الحالات قد يكون يتعثر على بعض الناس. طبعا احنا هنا لما نتكلم على من يصوم ومن لا يصوم، هناك في مثلث من ثلاث أضلاع: المريض والدكتور والمرجع الديني. ولذلك احنا دائما نقول الثلاثه هذولا يجب ان يكون رايهم متواصل. احنا مثلا انا كرئيس رابطه السكر الكويتيه في عده اجتماعات عالميه، وايضا مع منظمه العالم الاسلامي، كان هناك في اطر واضحه من المشايخ على جميع المشارب والمذاهب في قضيه تفهم وضع مرض السكر ووضع اللي هو الفتاوي المتعلقه فيها. الانسان اللي يربط الاثنين هو المريض، لان احنا ما نقعد مع الشيخ والشيخ ما قاعد ويانا بالعياده. صحيح. فالمريض هو اللي ما ينقل، ولذلك هي المسؤوليه على المريض في قضيه معرفه وضعه كالصيام، يقدر يصوم او ما يقدر. باختصار احنا نقول عندنا نوعين كبار للسكر، اللي هو النوع الاول للسكر اللي يحوش الاطفال عاده يحتاجون 4 عبر باليوم، والنوع الثاني للسكر اللي يحوش الانسان بسبب السمنه ويعني يتفاقم مع الوقت، بحيث ان الانسان يحتاج الى انسولين في وقت متاخر. وهناك في سكر الحمل. طبعا الحامل بشكل عام اذا كان عندها سكر، يعني الصيام عليها مو مفروض يعني باتفاق الكثير، لان الحمل بحد ذاته هو ثقل على المراه، وفوقه يوجد هناك سكر، فممكن ان الحامل لا تصوم الا اذا كان عندها في بدايات قليله من السكر ووضعها مستقل. النوع الاول للسكر اللي هم الاطفال والكبار اللي ياخذون 4 عبر باليوم، يعني باتفاق جميع المذاهب ما عليهم صيام، ولذلك هم يعني عندهم مرض لا يتامل شفاءه، ولذلك عليهم ان يدفعون كفاره ويستحضرون نيه الصيام ولهم الاجر. اما النوع الثاني للسكر، هني اللي احنا هني نفصل فيهم. فاحنا هني حسب منظمه الاي دي اف او انترناشونال دايابيتس فيدريشن، منظمه فيدراليه السكر العالميه اللي احنا نمثل الكويت كرابطه سكر فيها، كان هناك في اجتماع وكان هناك في قرار تحت اسم الدار، ولذلك اي انسان اليوم يبي مرجع رسمي لهذا الامر يكتب دار DAR، تمام، والسكر، ويطلع له المرجع العام لهذا الشيء.